ننتظر مباراة جميلة وننتظر فيها أداء يكون مميز بالنسبة لفريق دهوك المستضيف وكذلك الضيف اللي هو فريق الكرخ. حضور جماهيري كبير، جماهير دهوك الحاضرة على المدرجات في ملعب دهوك. الملعب تقريبا ممتلئ تماما من خلال هذا اللقاء وهذه المباراة. جماهير غفيرة حاضرة تساند فريق دهوك، وبالتالي مباراة منتظرة ومتوقع فيها أن يكون الأداء أداء كبير لكلا الفريقين. فريق الكرخ فريق الذي سبق وانفاز هنا في ملعب دهوك على حساب فريق دهوك، وفريق دهوك الفريق الذي يحاول من خلال هذه المباراة الوصول لأول أهدافه لهذا الموسم ولأول النقاط بهذا الموسم، على اعتبار أنه الفريق لم يفز ولم يتعادل في مباراتين، خسارتين الأولى أمام القرمة 1-0 والثانية أمام الشرطة بهدفين مقابل لا شيء، بلا نقاط ولا أهداف فريق دهوك. بالمقابل الكرخ 3 نقاط، خسارة وفوز. الجولة الأولى خسر من القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، والجولة الثانية الفوز على نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق محمد خالد ويونس غني. هذه المباريات الماضية بالنسبة لكلا الفريقين في الجولة الأولى والجولة الثانية. شوف الجماهير والحضور الجماهيري الممتاز لهذه المباراة. بينما هنا حكم المباراة لدينا أحمد جمعة، والحكم المساعد الأول كرار عبد الكريم، والحكم المساعد الثاني باسم مزهر، والحكم الرابع حامد علي. بينما في غرفة الفار لدينا مهند مناف وياسر هاشم. كل التوفيق لطاقم تحكيم هذه المباراة. كرخ ضيف بمن حضر، دهوك المستضيف بمن حضر، كذلك بالأسماء التي حاضر من خلالها لمباراة اليوم. هذه الجماهير المتفاعلة على المدرجات، بينما كان واضح في الصورة علي ياسين حارس المرمى. ونحن وإياكم انتظار صافرة البداية لحكم المباراة أحمد جمعة. بدأ عد التنازلي لانطلاقة المباراة. أحمد جمعة حكم المباراة يطلق الصافرة. أجدد التحية معكم معلق المباراة علي الشمري من ملعب دهوك، ومباراة فريق دهوك وفريق الكرخ لحساب الجولة الثالثة دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026، المرحلة الأولى، النسخة رقم 48 للدوري العراقي. كرخ تشكيلة حاضرة لمباراة اليوم: محمد شاكر وديوري ياكوبا من النيجر، وحسين فلاح، مصطفى رميض، مصطفى الصالح، ولدينا محمد خالد، وكذلك حيدر أحمد، يونس غني، علي قاسم، مامادو نياس، ولدينا يونس حمود. هذه تشكيلة فريق الكرخ. بينما هذا الرجل سليمان رمضان الذي يعود ويدرب فريق الكرخ الدهوك، يعني بعد بكل تأكيد الإقالة التي كانت للمدرب من مباراة أولى ومباراة ثانية فقط، مباراة أولى ومباراة ثانية فقط، وبالتالي المدرب إقالة حاضرة بالنسبة للمدرب من بعد المباراة الثانية، طبعا بالاتفاق ما بين إدارة دهوك وكذلك المدرب البرازيلي، مدرب سيرخيو فارياس الذي كان يقود الفريق في المباراة الأولى والمباراة الثانية. بالمقابل هذا الرجل أيمن الحكيم، مدرب الذي يقود الفريق، مدرب القادم من تدريب نادي القاسم، المدرب السوري بخبرة السنين، كذلك واحد من الأسماء
التدريبية المميزة. فريق دهوك يدخل لهذه المباراة بتشكيلة حاضرة: علي ياسين، بيار أبو بكر، سعد ناطق، خادم رسول لاعب السنغالي، وزاكري من كوتيفوار، هارون أحمد، سيابد عقيد، وليو كوستا لاعب البرازيلي، وكريم درويش كذلك اللاعب اللبناني، وبولي جونيور سامبو لاعب السنغالي. تشكيلة المدربين لمباراة اليوم: بالسلامة لمحمد خالد، ضربة حرة مباشرة بداية المباراة الدقائق الأولى. أحمد جمعة حكم اللقاء. هنا مجتبى ظهير الأيسر بتشكيلة فريق الكرخ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة الكناري بداية المباراة. هل تشهد تسجيل أول أهداف اللقاء؟ رقابة على يونس حمود القادم من غزلان البادية فريق النجف، بينما هنا تبعد عن طريق سعد ناطق. زاكري، تعود الكرة تبقى لمصلحة فريق الكرخ جهة اليسار، ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب، طالت من قبل لاعب الكابتن يونس غني لاعب خط الوسط. تمرير الكرة خادم رسول لهارون، مرور أول ممتاز، بعد ذلك التمرير، محاولة، هذه تمريرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، تبقى المحاولة، ولكن بعد ذلك الراية حاضرة لوجود حالة تسلل على السنغالي بولي جونيور. هذا سليمان رمضان حاصل على بطولة الكأس مع فريق دهوك البطولة الأخيرة، مدرب الذي هو من أعاد فريق دهوك لدور الأضواء. سليمان رمضان كذلك هو واحد من الكفاءات التدريبية. محمد شاكر، الكرة عالية تبعد بضربة رأسية، تابعة للكرة، التمرير الآن، ولكن تغطية ممتازة، الكرة تقطع إلى خارج أرضية الملعب، تغطية ممتازة من أمام سيابند عقيد في الكرة الماضية. كرة فيها محاولة للمرور، عودة للخلف، خادم رسول، سعد ناطق، تمرير الكرة. فريق الكرخ قادم من انتصار معنوي، عندما تكون حاضر من انتصار بكل تأكيد يعني يكون لديك اندفاع كبير لتحقيق نقاط المباراة في المباراة التي تليها، حتى وإن كانت خارج الديار، حتى وإن كانت خارج العاصمة بغداد. الكرة تنفذ وتبعد إلى الأمام إلى رمية تماس الآن. أيمن الحكيم حكم المباراة. ماذا لدينا؟ سعد ناطق، رمية تماس لفريق دهوك من خلال هذا اللقاء. كانت هناك مطالبة بلمسة يد، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، اعتبر بأنه الحالة طبيعية وبالتالي لا تستحق حتى العودة إلى الفار. هكذا هو قرار حكم المباراة أحمد جمعة. كرة فيها تمرير لمصلحة سيابند، في الوسط ليو كوستا، تمرير الكرة تقطع الآن، مجتبى، عودة للخلف، ديوري ياكوبا من النيجر، تمرير الكرة للأمام لمامادو نياس لاعب الموريتاني المحترف بتشكيلة فريق الكرخ القادم من نادي الوحدات الأردني. هنا الصافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة على يونس حمود مهاجم الفريق، مهاجم الصريح قادم من فريق النجف، مدرب لاعبين بكل تأكيد يعني المدرب يعول على هذا اللاعب كرأس حربة أن يصنع الفارق
بتواجده مع فريق الكرخ. هنا كانت الإعادة لكرة الخطأ، بينما هنا المحاولة والتسديدة عن طريق بيتر جورجيس. كرة بعد ذلك اصطدت وعادت لهارون. هارون تمرير لزاكري، تغطية حاضرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا زاكري، كرة إلى خارج أرضية الملعب من كوت ديفوار. بينما هنا رمية التماس، توجيهات مستمرة من قبل سليمان رمضان إلى خارج أرضية الملعب، تقطع عن طريق خادم رسول إلى رمية تماس. هذا مصطفى رميض، رمية تماس لمصلحة فريق الكرخ. تعادل بدون أهداف لغاية الآن ما بين الفريقين، تعادل، فرص لا توجد، خطورة على المرميين غير حاضرة من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء. مباريات اليوم التي سبقت هذه المباراة، قوة جوية حقق الانتصار على فريق الميناء بهدف مقابل لا شيء، وتعادل الكهرباء أمام فريق أربيل، تعادل بدون أهداف خلال المباراة. ليو، سعد ناطق، هارون، هجوم الآن، محاولة مستمرة، تمرير كريم درويش، وبعد ذلك هارون، استلام للكرة خطيرة، التسديدة ولكنها مرت، خطيرة الكرة، تسديدة عن طريق بولي جونيور، سدد الكرة السنغالي، لف ودوران وتسديد الكرة. بعد ذلك الكرة، شوف الضربة الرأسية من هارون لجونيور اللي سدد الكرة الماضية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة المحاولة هذه، تعتبر الفرصة الأولى والكرة الخطيرة الأولى بالنسبة لفريق دهوك. محمد شاكر، ضربة رأسية الآن، طالت على ممادو إلى تماس سيابند، خادم رسول، كرة من جونيور، تابعة للكرة، تقطع الآن عن طريق الكابتن يونس غني، لاعب ممتاز في وسط الملعب على مستوى قطع الكرات، على مستوى التسديد، صناعة اللعب، ممتاز جدا. كرة إلى تماس، تنفذ، وصلت بعد ذلك، تمرير الكرة، هارون، صافرة وخطأ على يونس حمود، ضربة الحرة المباشرة، هذا يونس، ولدينا ركلة حرة مباشرة. شوف هارون، استلام للكرة، لاعب ممتاز كذلك هو في وسط الملعب، هذا دائما تشاهده باستلامه، بتمريراته الفعالة جدا، حتى الحلول الفردية لدى هذا اللاعب أمر ممتاز جدا، يجيد كل هذه الأدوار. يونس، تمرير الكرة للأمام لمصلحة الكرخ، المحاولة مستمرة عن طريق محمد خالد ليونس، تسديدة، جول، جول للكناري، هدف للكناري للقادم من العاصمة بغداد. سجل يونس، سجل يونس، سجل يونس، سجل يونس، وتقدم الكرخ بأول أهداف المباراة. الله 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 على كرة يونس الخطيرة والبعيدة عن متناول حارس المرمى، ليتقدم الكناري بأول أهداف المباراة، هدف مقابل لا شيء. شوفوا محمد خالد، استلام جميل، لف ودوران، وبعد ذلك التمرير، وهوبا بشكل مباشر على يسار حارس المرمى، يودع الكرة داخل الشباك،
ليتقدم الكرخ بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء، هدف للضيوف، هدف يأتي، شوف اللمسة بيمينه على يسار حارس المرمى ليتقدم فريق الكرخ. صعبة 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 جدا على حارس المرمى علي ياسين ليتقدم ويتمكن المهاجم الصريح اللي هو يونس حمود بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء. كرخ يتقدم، سجل، عاد الآن المباراة خذ مباراة. سيكون ضغط من فريق دهوك من أجل إدراك التعادل، وبالتالي هذا الرجل سيعمل إضافة بكل تأكيد يعني النزعة الهجومية ستكون بشكل أكثر بالنسبة لفريق دهوك من أجل الوصول لهدف التعديل. حكم المباراة ينتظر من غرفة الفار أحمد جمعة، ولدينا في غرفة الفار مهند مناف وياسر هاشم. هنا دكة البدلاء لفريق دهوك. لازلنا ننتظر قرار حكم المباراة، بينما هنا محمد شاكر الذي يتمنى بكل تأكيد يعني أن تسير الأمور. نعم سارت الأمور، الحالة سليمة، وبالتالي الكرخ يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الحالة سليمة، لم تكن هناك حالة تسلل، والاستلام كان جميل، وبعد ذلك التمرير أجمل، وإيداع الكرة داخل الشباك باللمسة الأخيرة كذلك كانت جميلة بحرفنة بهدوء في القائم البعيد ليتقدم فريق الكرخ بأول أهداف المباراة عن طريق يونس حمود في الدقيقة 12. هدف مقابل لا شيء. كرة فيها عودة على مستوى خط الدفاع، تمرير لزاكري، زاكري يحاول أن يتقدم، الكرة العرضية للأمام، حاولة مستمرة ولكنها تبعد، تمرير من بيار، بيتر جورجيس، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا زاكري، بينما هنا حارس المرمى محمد شاكر. هذه الإعادة للكرة الماضية التي مرت، وبالتالي مرت إلى ركلة مرمى. حارس المرمى يتابع الكرة أمامية، الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب. خادم رسول لهارون، تمرير الكرة طويلة للأمام لزاكري، استلام الكرة جهة اليسار، يحاول أن يمر، ضغط من لاعبي فريق الكرخ، وبالتالي تبعد عن طريق مصطفى رميض إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. تماس الآن، سيابند عقيد على التنفيذ، سيابند. فريق دهوك يحاول، والمحاولات ستكون مستمرة، وبالمقابل فريق الكرخ سيلعب على الكرات المرتدة، سيلعب على الكرات المرتدة. هي واحدة من الكرات المرتدة سجل من خلالها فريق الكرخ. كرات المرتدة بكل تأكيد خطورة الكرات المرتدة إذا ما تلعب وتنظم بطريقة سليمة ستكون ذو فائدة كبيرة بكل تأكيد للفريق. كرة ملعوبة لخادم رسول، تمرير الكرة، بيار لبيتر، بيار أبو بكر، رمية تماس، كرة تنفذ. بعد ذلك وصلت
لسعد ناطق. مسيرة طويلة لهذا اللاعب، لاعب الخبرة، تتحدث عن الأندية جماهيرية، تتحدث عن كذلك المنتخبات الوطنية. مسيرة طويلة لهذا اللاعب، لاعب خبرة. أمامية الكرة والهجوم الآن لمامادو، يحاول أن يمر ويتقدم، وبعد ذلك الكرة تقطع ولدينا حالة تسلل. كرار عبد الكريم حكم المساعد الأول، الراية حاضرة. هنا أيمن الحكيم درب بكل تأكيد، واحد من الأسماء والكفاءات التدريبية في دورينا. شوف أيمن توجيهاته مستمرة، فريقه متفوق لغاية الآن بهدف مقابل لا شيء، بينما هذا الرجل سليمان رمضان. طبعا أيمن الحكيم 65 سنة، سبق وأن قاد فريق دهوك وأقاد فريق نادي القاسم. نتائج المميزة لأيمن الحكيم مع فريق نادي القاسم، أحرج الكبار، درب العديد من الأندية، درب الجيش والوحدة في سوريا، ودرب الرمثة والفيصلي في الأردن ومنتخبات سوريا، حتى أندية الجيش في سوريا ونادي الحسين أربد في الأردن. كرة فيها تمرير، يونس إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، مصطفى رميض حكم المباراة يعيد تنفيذ رمية التماس من مكان خروجها، وبالتالي مصطفى رميض على التنفيذ لمصلحة الكرخ. كرة بعد ذلك تبعد الآن بشكل مباشر. سعد ناطق تابع للكرة، سعد، بيار، بيتر، كرة لهارون، وصلت كوستا، زاكري، تمرير، الهجوم الآن، سيابن طلب الكرة من قبل كريم درويش، كريم الآن لسيابن، محاولة مستمرة لزاكري، البحث عن الكرة العرضية، هناك ضغط على حامل الكرة من قبل لاعبي فريق الكرخ. هنا المحاولة المستمرة، هذه خطيرة، الله الله على بيتر جورجيس بتسديدة ممتازة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة 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 الكرة، حلوة التسديدة، حلوة المحاولة، اللمسة ما قبل الأخيرة. الله الله على بولي جونيور السنغالي، شوف اللمسة، شوف اللمسة، وبعد ذلك التسديدة القوية جاءت ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة المحاولة، حلوة هذه اللقطة، حلوة، جملة تكتيكية ممتازة ورائعة بالنسبة لصقور الجبال. مصطفى رميض، استلام للكرة، بعد ذلك المتابعة، إبعاد الآن، إبعاد للكرة من حسين فلاح، رمية تماس، خادم رسول لسعد ناطق، لخادم، كرة على مستوى خط الدفاع، هارون في الوسط، حاول هارون، مرور ممتاز من الأول والثاني، بعد ذلك التمرير، زاكري، طالت لا، يحاول أن يمر، يحاول أن يتقدم، هناك ضغط على حامل الكرة. الكرخ يريد أن يحافظ على الهدف، أن يدافع بانتظام، أن ينظم صفوفه الدفاعية.
لا تكون هناك ثغرات وهناك رقابة على كل لاعب وهناك ضغط على حامل الكرة، عدم السماح للاعبي فريق دهوك بتناقل الكرة بشكل مثالي. هكذا يفكر مدرب فريق الكرخ وحتى اللاعبين. هنا أمادو، هذا أمادو نياز الموريتاني في اللقطة الماضية، احتساب خطأ على أمادو. كرة تنفذ، وصلت لبيتر غورغيس، ليو كوستا، هذه مرتدة الآن، مرتدة، هجوم الآن، الكناري يحاول أن يضيف ثاني من المرتدات. كرة في الوسط الآن، حيدر، أمادو لمصطفى رميض، مصطفى عرضية خطيرة ولكن الكرة تبعد عن طريق السيابة. سيابة عقيد، وصلت الكرة، تخطف الآن، تمرير من علي قاسم، مصطفى، تبادل الكرات، حيدر أحمد، حيدر لأمادو، تقطع الكرة، تعود ليو كوستا، بعد ذلك لزاكري، تبادل الكرات، هارون يعود بالكرة للخلف مرة أخرى، كرة وصلت لسعد ناطق، سعد بالتمرير، سعد بجهة اليمين، سعد لبيتر غورغيس، طلب للكرة من هارون، هارون يحاول أن يمر، تقطع الكرة والمحاولة مستمرة، هذه مرتدة الآن ليونس غني، كابتن، تمرير، هجوم لمصطفى رميض، يحاول طلب للكرة من أمادو، طلب للكرة من الموريتاني، يحاول أن يضيف في الكرة العرضية هذه المرة على الطرف الأيمن، يمر مرور ممتاز، بعد ذلك الكرة العرضية ولكنها تقطع وتبعد من قبل اللاعب خادم رسول. محاولات الكرخ بدأت الآن، بدأ الكرخ عن طريق الأطراف وعن طريق جهة اللاعب بالتحديد مصطفى رميض. كرة وصلت بعد ذلك، شوف الضغط، عدم السماح، صافرة، ولدينا خطأ على مجتبى صالح. سليمان رمضان توجيهاته مستمرة، أكيد ذكريات ليست بالبعيدة وهي جميلة بالنسبة لهذا المدرب بعد ما حصل فريق دهوك على بطولة الكاس على حساب زاخو بقيادة سليمان رمضان. بالمقابل كذلك لدينا فريق الكرخ، واحد من الفرق التي حصلت على بطولة كاس العراق بقيادة المدرب أحمد عبد الجبار بذلك الموسم، موسم 21-22، والفوز كان في المباراة الختامية على فريق الكهرباء. ولكن دهوك لديه دوري ولديه كذلك كأس. دوري كان بقيادة باسم قاسم بموسم 2009-2010. كرة فيها تمريرة لخادم رسول، كريم درويش جهة اليمين، تقطع من قبل محمد خالد، وصلت لعلي قاسم، علي يحاول، كرخ، هجوم الآن، لف ودوران، سيطر على كرته، ضغط على حامل الكرة، لا تزال في الملعب، تمريرة خاطئة، بعد ذلك الضغط من يونس غني، استخلاص، تمرير من ليو، وصلت إلى جهة اليمين، الطلب بكرة عرضية، تأتي الكرة العرضية ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، طالت إلى ركلة مرمى. هذا كريم درويش. محمد شاكر حارس المرمى يتحدث مع ياكوبا، ديوري ياكوبا من النيجر. لدينا ركلة مرمى الآن، لاعب ملقى على أرضية الملعب، مجتبى صالح، بالسلامة لمجتبى. هذه الجولة لغاية الآن هي الأقل تسجيل ما قبل مباريات الختام للجولة. هذه المباراة مباراة دهوك والكرخ
والمباراة التي تقام بذات التوقيت اللي هي مباراة القرمة والزوراء. ما قبل المباراتين لدينا من خلال هذه الجولة 14 هدف، 14 هدف، بينما الجولة الثانية اللي كان فيها 28 هدف، أعلى نسبة من الجولة الأولى التي سجل فيها 24 هدف، مع مباراة مؤجلة اللي هي مباراة الزوراء والشرطة في الجولة الأولى. بالمناسبة الجولة الأولى والثانية لا توجد حالة تعادل سلبي. حالة التعادل السلبي كانت حاضرة من خلال هذه الجولة في مباريات النفط والطلبة والكهرباء وأربيل. حالات التعادل بدون أهداف، ولكن شيء جميل عندما تشاهد الجولة تمر بدون مباراة ما فيها أهداف. كل المباريات فيها أهداف، ولدينا في الجولة الأولى بطبيعة الحال عندما تحدثنا عن 24 هدف والجولة الثانية 28 هدف، رقم ممتاز بكل تأكيد. كرة ملعوبة في الوسط الآن، هارون لخادم رسول باتجاه زاكري، يحاول زاكري الكرة العرضية قصيرة والكرة تبعد بعد ذلك مع وجود حالة تسلل. لدينا ركلة حرة غير مباشرة. حكم المساعد الثاني باسم مزهر. شوف هذه الإعادة، وبالتالي حالة التسلل على زاكري وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق الكرخ. 30 دقيقة يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات الوطن شبكة الإعلام العراقي. تقدم لفريق الكرخ بهدف منذ الدقيقة 12 عن طريق يونس حمود، مقابل لا شيء لفريق دهوك بلقاء لحساب الجولة الثالثة، ختام الجولة الثالثة دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026. المرحلة الأولى طبعا النسخة رقم 48 للدوري العراقي. بالسلامة ليونس، ملقى على أرضية الملعب يشكو من إصابة. ما نتمنى نشاهد إصابات من خلال هذا اللقاء، ولا نتمنى حتى أن نشاهد البطاقات الملونة بهذه المباراة. مباراة بأجواء جميلة، مباراة أرضية ملعب ممتازة، وكذلك حضور جماهيري كبير جدا لهذا اللقاء، والمباراة فيها هدف لغاية الآن، ولكن فيها أعتقد فيها أهداف قادمة، فيها أهداف قادمة. عاد الكرخ يستغل تقدم لاعبي فريق الدهوك ويعتمد على الكرات المرتدة ويضيف هدف ثاني، لا أعلم، أو ربما فريق دهوك بهذا الضغط سيصل ويدرك التعادل. حتى مع هذه تترك الأمور لكل الفريقين. بينما هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، ولكنها وصلت لحارس المرمى محمد شاكر. امساك محكم للكرة في اللقطة الماضية. شوف الإعادة من زاكري، تقدم ومر، وبعد ذلك مرر للاعب ليو كوستا اللاعب البرازيلي، وبعد ذلك الكرة العرضية التي وصلت لحارس المرمى. تبعد من سيابن، سعد ناطق، ليو، سعد، هوك أمامية، كولي جونيور يحاول، سنغالي، هذه خطيرة، ولكن التغطية الممتازة، التغطية الممتازة والرائعة عن طريق ديوري ياكابا الواضح في الصورة. كانت خطيرة جدا لو مرت، كانت خطيرة جدا لو مرت لولا التغطية الحاضرة عن طريق هذا اللاعب الممتاز في اللقطة الماضية.
ممتاز جدا كان ديوري ياكوبا. شوف التغطية الممتازة من أمام السنغالي جونيور. رمية تماس، سيابان تنفذ الكرة، جونيور، حسين فلاح عالية، يونس حمود صافرة، ولدينا خطأ، ضربة حرة مباشرة. هذا السنغالي خادم رسول، بينما أيمن الحكيم بتوجيهات مستمرة يفكر بكيفية أن يحافظ على هذا التقدم في الشوط الأول، وبعد ذلك سيدير الأمور في الشوط الثاني اللي هو شوط المدربين. ربما ستكون الأمور مختلفة، ولكن لغاية الآن فريقه متفوق، فريقه عن طريق هذا اللاعب يونس حمود في الدقيقة 12 افتتح باب التسجيل وسجل الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. علي ياسين حارس المرمى، كرة وصلت لمحمد شاكر، أحمد جمعة حكم المباراة. ماذا لدينا من قرار؟ شوف الإعادة، كرة الماضية كريم درويش وكذلك حسين فلاح بكرة مشتركة. حكم المباراة تعتقد بأنه أشار لاستمرار اللعب. نعم، إسقاط كرة لحارس المرمى أو لحيدر أحمد. أحمد جمعة، سليمان رمضان يطالب بخطأ. إسقاط كرة لهارون، ربما تعاد لحارس المرمى محمد شاكر. 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. عالية الكرة للأمام، ضربة رأسية من قبل محمد خالد، كرة فيها عودة لعلي ياسين حارس المرمى، تمرير ضغط على سعد ناطق من محمد خالد. هنا التمريرة والكرة اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هنا صانع الهدف الوحيد اللي في المباراة لغاية الآن. كرة فيها عودة لسعد ناطق، سعد لعلي ياسين، أمامية الكرة، سيابان، تمرير ليو زاكري، حاول زاكري أن يمر ويتقدم. التغطية الحاضرة من مصطفى رميض، وحكم المباراة أشار لوجود خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق دهوك. اعتراض من مصطفى رميض وبقية اللاعبين على احتساب الخطأ. هنا الكرة الماضية، هنا التقدم والمرور، وبالتالي هنا حكم المباراة احتسب الخطأ. يبقى القرار لحكم المباراة. هنا كانت كذلك مطالبة بخطأ لفريق الكرخ. الضربة الحرة المباشرة بالسلامة لحيدر أحمد، ركلة حرة مباشرة في مكان خطير، مكان على اعتبار انه الكرة قريبة من منطقة الجزاء، وكذلك الكرة هذه أخطر من الكرات الركنية، هذه أخطر من الكرات الركنية. بيتر جورجيس يناظر ويتابع، يفكر بكيفية لعب الكرة. تقدم لاعبي فريق دهوك، محاولات للوصول لهدف التعديل. الكرة تنفذ عالية، إبعاد للكرة الماضية، تبقى المحاولة
طالت إلى خارج أرضية الملعب، طالت إلى خارج أرضية الملعب. كريم درويش في الكرة الماضية، بينما هنا هارون. حارس المرمى محمد شاكر، ولدينا ركلة مرمى. هنا أمادو، أمامية الكرة، بيار لسعد ناطق، ترسل للأمام عالية، كرة يتابعها زاكري ويتابعها كذلك مصطفى رميط. مبدأ السلامة والأمان، إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية، ضاغط فريق الهوك، وهذا أمر طبيعي كل تأكيد. يعني فريق يريد أن يتعادل، الفريق في ملعبه وأمام هذه الجماهير الغفيرة الحاضرة التي تملأ المدرجات، وبحضور كان مبكر بالنسبة لهذه الجماهير. بيتر غورغيس على التنفيذ، الكرة تنفذ عالية، إبعاد من قبل حارس المرمى وسقوط كذلك لحارس المرمى. حكم المباراة أشار لوجود ركلة مرمى، أن الكرة لافة، اعتبر بأن الكرة لافة تجاوزت الخط، وبالتالي ركلة مرمى بالسلامة لحارس المرمى محمد شاكر بكرة مشتركة مع سعد ناطق المدافع المتقدم بالكرات الثابتة. شوف هذه الكرة المشتركة ما بين سعد ناطق ومحمد شاكر في اللقطة الماضية. ركلة مرمى، أيمن الحكيم مع 6 دقائق متبقية لنهاية الشوط الأول. علي عابد علي، لا أعرف على ماذا كان الحديث، تحدث مع الحكم الرابع حامد علي. أمامية الكرة، يونس خطف الكرة، حيدر أحمد لمصلحة الكرخ، هذه ممتازة. وبعد ذلك الكرة العرضية، تبعد الكرة، زاكري، كريم درويش، جونيور لبيتر غورغيس، كرة بجهة اليمين، حاول مستمرة، حاول أن يمر ويسدد، يبحث عن ثغرة للتسديد ليسدد بيساره، هكذا كما تعودنا بيتر غورغيس بهكذا طريقة. يونس غني سيطر على كرته، علي قاسم لمجتبى، عالية الكرة، إبعاد بشكل مباشر، وصلت ليونس، تقطع الكرة الآن. ليو كوستا يحاول البرازيلي، تمرير لبيتا، بحث عن زميل، العودة لهارون، بعد ذلك هارون حاول تمرير الآن، هجوم مستمر عن طريق الأطراف. هذه واحدة كرة عرضية ولكنها مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، مرت إلى ركلة مرمى. شوط أول في هدف، نسبة الاستحواذ أفضل لفريق الهوك واضحة، ولكن الكرخ هو من تقدم، الكرخ الذي يعتمد على الكرات المرتدة وهو خطير في ذلك. اي والله هو خطير جدا بالكرات المرتدة فريق الكرخ، بهذا الأسلوب وبهذه الطرق التي يهاجم فيها فريق الكرخ اعتماده على الكرات المرتدة. أعتقد سيستغل تقدم فريق الهوك وسيضيف ثاني، ولكنه أولا يريد التفكير بكيفية الحفاظ على هذا الهدف ونظافة شباكه من خلال هذه المباراة. سليمان رمضان
بينما هنا مجتبى صالح، رمية التماس، الكرة تنفذ صافرة ولدينا خطأ على يونس حمود. كرة وصلت بعد ذلك خادم رسول، سعد ناطق، تمرير سيابند، كرة في الوسط، هارون تقطع عن طريق علي قاسم، علي مرور ممتاز، استخلاص كذلك ممتاز للكرة من قبل علي قاسم. كرة فيها عودة، صافرة وخطأ لليو كوستا. الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. بالمناسبة فريق الكرخ في الموسم الماضي كذلك في المرحلة الأولى في هذا الملعب فاز 3-1 في ملعب دهوك، يوم سجل جعفر عبيس هدفين وسجل إيفياني إيزي هدف في تلك المباراة. ولكن في المرحلة الثانية في بغداد فاز دهوك 4-2 في يوم سجل مارلون وكريم درويش وباشان عبد الله هدفين، واهداف الكرخ سجلت عن طريق بنيامين اكور وكذلك ايفياني ايزي. هذه اخر لقاءات الفريقين. بيتر غورغيس، محاولة مستمرة داخل منطقة الجزاء، تبقى المحاولة البحث عن الكرة العرضية وتأتي المساندة من هارون، الكرة العرضية عالية، زاكري يحاول، تقطع عن طريق مصطفى رميض إلى تماس، هذا زاكري تترك لسيابند، خادم رسول سنغالي، كريم درويش، محاولة مستمرة تقطع من أمام هارون، يونس غني يحاول خلال هذه الكرة، تابع عن طريق أمادو، مرور ممتاز، حاول من الثاني صافرة ولدينا خطأ. هذا ليو كوستا، صافرة وخطأ على البرازيلي، وبالتالي 45 دقيقة الآن خلاص نلعب في الوقت المضاف 3 دقائق، 3 دقائق الوقت المضاف للشوط الأول. هنا المرور من أمادو، هنا اللاعب الذي ارتكب الخطأ، حكم المباراة يكتفي باحتساب الخطأ في اللقطة الماضية، بينما هنا هارون بيار، غورغيس تقطع من أمامه عن طريق مجتبى صالح، جهة اليمين الكرة عالية، حاول لجونيور، وصلت لحارس المرمى محمد شاكر، وصلت للحارس محمد شاكر. هناك دكة بدلاء لكلا الفريقين. هل سنشاهد تغييرات ما بين الشوطين؟ المدرب سليمان رمضان وبالمقابل أيمن الحكيم. شوف بولي جونيور وحيدر أحمد بالكرة الماضية، وبالتالي صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة، كذلك اعتماد على الكرات الثابتة بالنسبة لفريق الكرخ. كرة مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى، ليو
سعد ناطق. هارون حاول أن يمر، يتقدم بالكرة، انطلاقة سريعة، كرة طالت إلى رمية تماس. كرة طالت إلى رمية تماس، اعتذار جميل من قبل محمد خالد لبيار أبو بكر. هنا الكرة الماضية حكم المباراة أعطى مبدأ إتاحة الفرصة للاعب هارون أحمد. رمية تماس الآن تنفذ. يونس، مجتبى، أمادو يحاول 3 مقابل 3، 3 مقابل 3. كرة وصلت لعلي قاسم، علي حاول أن يمر، يتقدم، عرضية عالية، يونس غني يحاول ولكن أقرب لبيار. بيار أبو بكر أبعد الكرة الماضية. كرة فيها عودة بضربة رأسية لحارس المرمى. خلاص الشوط الأول خلاص. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنت تأتي صافرة حكم المباراة أحمد جمعة لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف عن طريق يونس حمود في الدقيقة 12 مقابل لا شيء لفريق دهوك. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. أربعة مخالفات نادي النجم مقابل مخالفتين. خطير، جول 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 أول يأتي في اللقاء. ثامر الصالحي يسجل هدف الأول في هذه المباراة، اهتزت شباك النجف. سجل ثامر الصالحي، جول في غفلة من دفاعات النجف. سجل ثامر الصالحي بكرة رأسية، جول. أكيد أفرح جماهير دياله، أفرح كل من يشاهد المباراة. الله 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 الله، وضحى بإتقان على يمين حارس المرمى. شوف هذه الكرة بالراس، الله الله، بشكل رائع جدا، وفاجأت حارس المرمى ايضا بغفله ايضا من طبعا من دفاعات نادي النجف بسوء رقابه، ولكن بشكل رائع جدا سجل ثامر الصالحي الهدف الاول. التسديدات المباشره على الخشبات الثلاث. هنا تمريره خاطئه والهدف الاول للصقور. الله 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 الله، حلق أيها الصقر ولا تبالي. بعد كل سقوط هنالك نجاح. القوة الجوية، العريق، هنا التاريخ، هنا العراقة، هنا الحارث حاتم للمباراة الثانية يسجل، للمباراة الثانية على التوالي. خطأ فادح يستغله هنا الحارث حاتم. الله 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 الله، شوف التمريرة الخاطئة التي قدمت على طبق من ذهب. الحارث حاتم هو تركها لكن عاد للمتابعة. جول 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 جميل جميل جدا لأبناء القوة الجوية. هنالك نعم الأخطاء، وهنا المفاجآت، وهنا الحارث حاتم يسجل أول أهداف اللقاء بالنسبة للقوة الجوية. هنا الصقور بدأت بالتحليق، هنا الاحتفالية. نعم الحارث حاتم يجب الاحتجاج. المدرب هو من يمتلك الصلاحية الكاملة. وهنا أمجد عطوان،
الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. أمجد عطوان عاد من الحرمان ليسجل هدف عالمي 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 لأبناء الخابور. يعرفون طريق المرمى جيدا، وأن لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى فاعتبروها هنا الجولة الأولى. أمجد يا أمجد، أمجد يا أمجد، الله عليك يا أمجد. قدم يمينية قوية قوية باغتت حارس المرمى محمد صالح، وبذلك هدف التعديل. هدف التعديل. أبناء الخابور حتى وإن غابت جماهيره فهم على قدر المسؤولية، وهذا ما ترجم أمجد عطوان وسجل هدف ولا أروع في مباراة الأولى بعد العودة من الحرمان. ديبوتي يتركها الآن. الله 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 الله. جول اليمني من اليمن السعيد ناصر محمدو، يسجل ثاني الأهداف ويقلب الطاولة على القوة الجوية. الله 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 الله، سيمفونية تعزف بأقدام لاعبين أبناء الخابور. هدف يدرس، هدف جميل. تمريرة محمد علي عبود التغيير الناجح، تمريرة ولا أروع لمحمد ياتارا، قال له تفضل سجل لناصر محمدو. وهدف ثاني. شوف هل هنالك راية، هل هنالك تسلل؟ ننتظر ونشاهد. تمريرة ذكية ولا أروع، لم يكن أنانيا محمد ياتارا، وناصر محمدو يسجل الثاني. شوف التغييرات ماذا صنعت، ماذا قدمت يا وسام رزق. هي بدأت من محمد علي عبود الذي شارك قبل دقائق وانتهت بالبديل الآخر آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. الله، يقتنص الهدف الأول، يقتنص الهدف الأول والأسبقية الكرخ في لحظات دفع فيها وميض منير بالأسماء وعناصر الخبرة لإنقاذ الموقف. يعطي الأسبقية اللاعب من هناك محمد، يقتنص محمد خالد كوفي أمام فريق السابق في كرة لم تكن على البال والحسبان. نعم، حتى أنا شخصيا توقعت بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها. من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية اللاعب محمد خالد كوفي في كرة مباغتة مفاجئة للجميع، مفاجئة. نعم، على الرغم من قصر قامة الجزاء للهدف الأول للقاسم، ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات. والهدف الأول لمصلحة القاسم في هذا الموسم وفي هذا اللقاء. يعادل حيدر عبد الرحيم في وقت مثالي وفي زمن مثالي وفترة مثالية يحتاج بها فريق القاسم. نعم، أن يجمع شتاته وأن يستعيد سيطرته وأن يعود للمنافسة من جديد. نعم، فريق نادي القاسم يدون هدف التعادل. محمد شاكر في جهة وكرة حيدر كرة التعديل في جهة أخرى. يدون القاسم هدف التعادل. نعم، وهذه النظيفة أمام نادي النفط. الله، والثاني الغلفار هدف أول، وعاد من هناك للتسجيل حيدر يسجل، حيدر يظهر، حيدر يدون، ولكن الفار أيضا ربما له رأي آخر، أو يونس نعم غني، ولكن حيدر ويونس. وفي النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب محمد خالد كوفي؟ نعم، يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها، وكانت بمتناول
نعم، وليث معا يتصدى، لكن تدخل تقتحم وتسجل الهدف الثاني لمصلحة الكرخ، الهدف الثاني لمصلحة. سنتحدث بعد هذه الكرة. محاولة خطيرة، الله، جول لفرسان المملكة. هدف 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 عن طريق النيجيري ماثيو وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط ميسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة. حسين طالب عملية تحضير هذه المرة. شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة. لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفنان رستم، وجول لنادي نوروز. هدف التعديل، يعدل آسو رستم، يعدل الكابتن لنوروز. وواحد واحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. آسو رستم، هذا بالمناسبة هدف الثاني في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفين لآسو في كل جولة، هدف لغاية الآن. سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا. وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية، وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة. التعديل لنوروز حبايب بال1-1 لغاية الآن. تقدم ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن، ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف. علي لطيف بهدف ثاني، ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا تأخر، وبالتالي علي لطيف. وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هادي شاكر، وبالتالي بقلق. لذلك عاد كل الفرقة إلى الخلف بغية تنظيم الخطوط. وهنا الكرة خاطئة. يا قابيل الله يا قابيل. الإمبراطور هنا يظهر من جديد بالوجه الجديد بالشكل الجديد. أربيل يضرب من جديد، ومصطفى قابيل بعد خطأ لا يغتفر من المدافعين يكسر كل الخطوط، يسجل من جديد ويظهر من جديد ويضيف هدفا جديدا لأربيل. فرحة في القلعة، فرحة في كل مكان في صلاح الدين، في كل أماكن أربيل. يأتي أربيل ليسجل الهدف، والجنرال هنا على عكس المسرى، على عكس الاتجاه. ظننا أن الجميع في مناطقهم، ولكن هذا الرجل اختبأ في مناطق الميناء، أخذ كرة من المدافعين. لاحظ هنا السس من إيران صديقة. من أين أتيت يا قابيل؟ من أين جئت يا قابيل؟ إعبادي راح، إعبادي مر منه قابيل ووضع الكرة في مرمى علي. هذه الكرة، وأي مدافع يفعل كل هذا يا مجتبى علي؟ ماذا فعلت يا مجتبى علي؟ ماذا صنعت يا مجتبى علي؟ وأي خطأ ارتكبت؟ هنا خطأ كبير، هنا صناعة جميلة، هدف وتمرير على طبق من ذهب، مر من خلالها قابيل، فتح زاوية لتسجيل هدف، وضع الكرة في مرمى علي عبادي. والهدف الأول يأتي في الدقيقة 26 لصالح فريق أربيل. هذا الرجل موجود، يقول أنا حاضر، أنا موجود، لكن
البوادر حتى الآن ليست هي البوادر، بينما كرة تلعب للثانية لعيب، للثانية حريف، للثانية ممتع، للثانية مستقبل الهجوم، يسجل الهدف الثاني ويلمع بين النجوم في سماء البصرة. الهوليري الأربيلي المعروف مصطفى قبيل يسرق كرة ثانية من علي عبادي، والمصائب على لؤي صلاح لا تأتي فرادا. استمتع في لعبة البلاي ستيشن وسجل الأهداف على الطريقة الجميلة. الجنرال عمل العمايل، الجنرال يعمل انتفاضة هنا، يواصل التقدم وأربيل يسجلون الهدف الثاني. يأتي الهدف الثاني للإمبراطور، كرة ذهبت وانتظروا الجميع. نتحدث عن الدفاعات، هذا عبادي لم يحسم، هذا عبادي لم يمسك، والكرة في المرمى يا عبادي، الكرة في الجول يا علي. لاحظ هنا الكرة التي أتت، الكرة التي لم تأتي مع علي عبادي ولكنها أتت مع قبيل وسجل الهدف الثاني. ثنائية لأربيل، ثنائية لهولير وعلي عبادي. هنا يقطع في مسك الكرة وفي التوقيت من أجل الوصول إلى الكرة، والمصائب لا تأتي فرادا. لقطة استغراب ومن مع الإعادة مباغتة، مع الإعادة عودة. الذئب الأبيض تيميروف يلدغ الميناء مرة ثالثة ليضعها في الجول، ليضعها في المرمى. يا تيميروف يسجل ثالث أهدافه وثالث أهداف فريقه. شيرزو تيميروف الأوزبكيان. تسمع عواء الذئب هنا في ملعب الفيحاء، يسجل هدفا ثالثا تيميروف. هنا يظهر، هنا نشاهده. لاحظ الكرة العالية التي تلعب إلى الأمام، باغت الجميع، نقلة من علاء إلى تيميروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء دهوك والكرخ ضمن لقاءات الجولة الثالثة دورينا، دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 25-26، المرحلة الأولى بالنسخة رقم 48 للدوري العراقي. شوط أول تقدم فيه الكرخيون بهدف عن طريق يونس حمود في الدقيقة 12. هنا مع بداية الشوط الثاني، انطلاقة الشوط الثاني، دهوك على اليسار وفريق الكرخ على اليمين. هنا اللاعب البديل مدرب سليمان رمضان أجرى تغيير ما بين الشوطين بدخول صديق جمال. هذا صديق جمال بديلا لبيار أبو بكر. تغيير لفريق دهوك على مستوى خط الدفاع جهة اليمين. بداية الشوط الثاني، فريق الكرخ سيحاول، اللي لم يجري تغيير ما بين الشوطين مدربه أيمن الحكيم بكل تأكيد سيحاول من خلال الشوط الثاني ينظم الدفاع، يلعب كالمعتاد على الكرات المرتدة، يحافظ على النتيجة أو يضيف هدف ثاني. وبالمقابل فريق دهوك سيعمل جاهدا من أجل إدراك التعادل، وسيكون هناك ضغط كبير من قبل لاعبي فريق دهوك من خلال هذا الشوط الثاني. هنا الإعادة لكرة الخطأ لمصلحة هارون أحمد. كرة وصلت لمجتبى، تقطع عن طريق هارون أحمد داخل منطقة الجزاء، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حكم المباراة يقول كرة بولي سامبو. شوف الكرة اللي خطفها هارون، وبعد ذلك الكرة العرضية، ومن ثم التسديدة تأتي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى
لمصلحة فريق الكرخ. علي الكرة، سعد، محمد خالد، تقطع الكرة، تعود لسيابن. سيابن تحول إلى جهة اليمين بعد خروج بيار، والآن بجهة اليسار اللاعب البديل اللي هو صديق جمال. كرة أمامية لسامبو، خطأ على ياكوبا، ديوري ياكوبا، وخطأ ركلة حرة مباشرة. شوف هنا كرة والصافرة من قبل حكم المباراة أحمد جمعة. كرة وصلت بعد ذلك لسيابن، حاول أن يمر، كرة العرضية العالية، زاكري، تسديدة قوية من زاكري، ولكن حارس المرمى في المكان السليم، في المكان السليم. محمد شاكر، تصدي ممتاز للكرة الماضية، تمركز أكثر من رائع من محمد شاكر في اللقطة الماضية. شوف الكرة العرضية الممتازة وعلى الطاير عن طريق زاكري. شوف الكرة على الطاير من زاكري بأحضان حارس المرمى. علي قاسم، حيدر أحمد، كرة فيها عودة لديوري، مجتبى، مرور أول ممتاز، طلاقة بالكرة، مرور ثاني، تبقى المحاولة، يحاول داخل منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. يقطع مسافة فيها، تقدم، وبعد ذلك سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة وصلت لهارون، هارون أحمد، تمرير لسعد ناطق، سعد لزاكري، تقطع عن طريق يونس غني إلى تماس، ضغط على حامل الكرة، وصلت لسيابن، هارون حاول في وسط الملعب، حاول مستمرة، ضغط، تقطع، تعود لخادم رسول، تبقى الكرة لدى فريق دهوك، أكثر استحواذ وامتلاك للكرة في المباراة في الشوط الأول وحتى مع انطلاقة الشوط الثاني. كريم درويش لهارون، تقطع الكرة، تعود لهارون، لسعد ناطق، سعد بعد ذلك التمرير لبيتر غورغيس، من بيتر يعود لسعد، نقلات فريق دهوك يحاول سحب لاعبي فريق الكرخ، وبالتالي بيتر غورغيس صافرة، والخطأ الضربة الحرة المباشرة في مكان ممتاز في منتصف تقريبا ساحة لعب فريق الكرخ. كان كريم درويش بكرة ما بينه وبين علي قاسم، بالأخير تأتي الصافرة والخطأ الركلة الحرة المباشرة لمصلحة فريق دهوك. هذه الإعادة، لقاءات الفريقين في الدوري 18 لقاء، 18 لقاء في الدوري، فاز دهوك ب10 لقاءات والكرخ فاز ب5 مباريات، التعادل حضر في 3 مباريات. أكبر فوز للكرخ يقابل أكبر فوز لفريق دهوك بنفس النتيجة ب4 أهداف في رباعية مقابل لا شيء. كان أكبر فوز للفريقين على حساب الآخر. فريق الكرخ كان في عام 2011 الفوز على فريق دهوك ب4 أهداف مقابل لا شيء. توجيهات من قبل حارس المرمى
محمد شاكر، ولدينا ضربة حرة مباشرة. كريم درويش وبيتر غورغيس على التنفيذ. كرات الثابتة، كرات الخطيرة. يحاول فريق دهوك العودة للمباراة. أخطر اللاعبين على تنفيذ الكرة، أعتقد الأقرب بيتر غورغيس هو الأقرب على التنفيذ، أو كريم درويش. تنفذ عالية، الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا اللبناني، بينما سليمان رمضان بتوجيهات مستمرة. شوف كرة كريم درويش اللبناني مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. يبقى تقدم فريق الكرخ بهدف مقابل لا شيء منذ الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب يونس حمود. أحمد جمعة حكم المباراة. شوف الإعادة لكرة الخطأ لمحمد خالد. هنا الكرة تبعد الآن، وصلت إلى مصطفى رميط. إلى الخارج صديق جمال، أبعد الكرة الماضية. يونس غني، عالية الكرة، وصلت لعلي ياسين. بيتر غورغيس، بيتر كريم درويش، تبعد من حسين فلاح. عالية الكرة لعلي ياسين. صدارة تبقى للغراف، غراف وديالة. لكل فريق 9 نقاط. جميل جدا عندما تصل للجولة الثالثة ويكون فريق متصدرا لدوري نجوم العراق للمرة الأولى، يلعب بدوري نجوم العراق. كرة خطيرة، الله على الطاير درويش، على الطاير درويش حط الكرة. جول التعادل، التعادل لصقور الجبال. اللبناني كريم درويش بيساره على الطاير. شوف الكرة، شوف الإعادة. الله 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 على درويش، على هذه الكرة، على هذه التسديدة قذيفة على يمين حارس المرمى. لا، صعبة على حارس المرمى. محمد شاكر يتمكن من العودة، وبالتالي هدف مقابل هدف. الآن هدف مقابل هدف، عدل النتيجة. كريم درويش بيساره بتسديدة قوية على الطاير ليتعادل بهدف مقابل هدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة. 1-1 الآن. عادت المباراة إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. فرحة الجماهير على المدرجات بهدف التعديل. هذه جماهير فريق دهوك الحاضرة من خلال هذا اللقاء. حضور كبير جدا، حضور جماهيري كبير على المدرجات لهذه المباراة. كرة لحيدر، هل يتمكن الكرخ من التقدم للمرة الثانية أو يفعلها المستضيف ليضيف الثاني ويقلب الطاولة؟ ننتظر ونتابع. مباراة لا زال فيها وقت ولا زال فيها كلام. يونس سدد كرة ولكنها مرت
إلى الخارج إلى ركلة مرمى. يونس حمود سدد الكرة من مسافة بعيدة، كانت المحاولة ممتازة لفريق الكرخ. شوف الإبعاد من صديق جمال وشوف التسديدة المباشرة من قبل يونس حمود. مباراة لا زالت فيها أهداف، أتوقع فيها أهداف. هارون، خادم رسول، كرة وصلت بعد ذلك لهارون، استخلاص ممتاز، تمرير الكرة، تبادل الكرة ممتازة جدا، ولكن التغطية من حسين فلاح. تغطية للكرة الماضية، كرة إلى تماس، يونس حمود المتراجع، هذا درويش، بينما هنا سيابند. جميل جدا هدف التعديل، حتى الهدف الأول لفريق الكرخ كان ممتاز وجميل بكرات متبادلة. أهداف المباراة المسجلة لغاية الآن جميلة من خلال هذا اللقاء. محمد خالد، يونس، تمريرة خاطئة وصلت لهارون، سعد ناطق، أمامية الكرة تبعد عن طريق ديوري ياكوبا إلى خارج أرضية الملعب. كرة تحولت إلى تماس، خادم رسول الآن السنغالي ليو كوستا في وسط الملعب، تمرير لصديق جمال زاكري، الكرة إلى تماس من هناك من الجهة البعيدة. هذا صديق جمال، بينما هنا أيمن الحكيم. كيف سيتعامل مع المباراة خصوصا بعد هدف التعديل اللي سجل فريق دهوك في مرمى فريق الكرخ. رمية تماس، الكرة تنفذ، جهة اليمين مصطفى رميض، الله على المرور الأولي الممتاز، بعد ذلك ليونس، يونس يحاول، أمادو، مصطفى رميض، الكرة العرضية ولكنها اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا ليو كوستا، كرة إلى ركلة ركنية الآن. أعتقد بأن هناك لاعب يستعد للمشاركة. ركلة ركنية، نعم هناك تغيير قادم. ربع ساعة من زمن الشوط الثاني، دقيقة 60، نصف ساعة الوقت المتبقي من عمر المباراة. كرة تنفذ، تبعد بعد ذلك، أمامية الكرة، إلى خارج أرضية الملعب. حسين فلاح، لدينا تغيير، مصعب جمال سيشارك الآن. بديلا لعلي قاسم، تغيير للمدرب أيمن الحكيم، التغيير الأول في المباراة لهذا المدرب. كرة فيها تمرير، هارون، تمرير سيابن، بيتر جورجيس لزاكري بطريقة ممتازة جدا، تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى تماس، كرة لكريم درويش صاحب هدف التعديل. هنا التغيير اللي أجراه المدرب أيمن الحكيم، بينما زاكري يحاول أن يمر، تقدم لبيتر، سدد الكرة، تبقى المحاولة. هارون في ظل التعادل هنا والتعادل هنا في مباراة القرمة والزوراء، مباراة القرمة والزوراء التي تقام بذات التوقيت، التعادل بدون أهداف. القرمة يصل للمركز الرابع، طبعا أربيل ثالثا ب7 نقاط، الآن الرابع القرمة إذا ما انتهت مباراته أمام الزوراء بالتعادل، إلا إذا هناك متغيرات ربما تكون. ترتيب الخامس لفريق الشرطة 6 نقاط مع مباراة مؤجلة. سادس فريق الموصل 6 نقاط. سابع فريق القوة الجوية 6 نقاط. طلبة ثامنا ب5 نقاط. فريق الكرخ لغاية الآن بهذا التعادل هو في الترتيب العاشر ب4 نقاط إلى الآن، إلى هذا التعادل وصولا للمباراة الثالثة. بالسلامة للاعب فريق الكرخ. أحمد جمعة حكم المباراة. كرة تعود إلى الخلف لسعد ناطق، تترك لحارس المرمى، إبعاد بضربة رأسية. الترتيب الأخير طبعا لنادي القاسم، وما قبل الأخير كذلك فريق النجف. فريقان لغاية الآن عدم الحصول على نقطة، خالي رصيدهم من النقاط. تصور فريق النجف، الفريق كل تأكيد يعني الفريق الممتاز، الفريق اللي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، حتى مع هذه الجولة خسر المباراة وخالي رصيده من النقاط. دوك لغاية الآن نقطة، ربما تتغير الأمور، ربما يسجل الكرخ ثاني. ننتظر ونتابع المباراة. هارون حاول التقدم، المرور، خادم رسول حاول لزاكري، تقدم فيها، خطفها، تقدم زاكري لبيتر، ولكن التغطية الممتازة، التغطية الممتازة عن طريق مجتبى صالح، تغطية أكثر من رائعة. الله، جول ليو كوستا ابن السامبا البرازيلي بضربة رأسية، ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أحلى. جول ثاني، هدف ثاني لصقور الجبال عن طريق ليو، يسجل من ضربة رأسية كانت رائعة، كانت جميلة، وبالتالي يودع الكرة داخل الشباك ليقلب الطاولة فريق دهوك ليتقدم بهدفين. هذه الكرة، الله 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 على هذه الكرة الجميلة جدا، كرة إلى داخل الشباك ليتقدم ليو كوستا بهدف ثاني مقابل هدف واحد لفريق الكرخ اللي تقدم وبدأ عن طريق يونس حمود، ولكن بعد ذلك
يعود في الشوط الثاني، يعود في الشوط الثاني. عاد فريق دهوك عن طريق كريم درويش ومن ثم ليو كوستا البرازيلي يسجل الهدف الثاني. هدفين مقابل هدف واحد. حلوة المباراة، فيها 3 أهداف بأجواء جميلة جدا، بأجواء جميلة جدا على المدرجات. خطأ دقيقة 67 تشهد تسجيل الهدف الثاني. هنا التدخل وهنا الخطأ. عالية الكرة، ضربة رأسية، محاولة مستمرة، مجتبى، كرة تقطع من أمامه عن طريق سيابن. رمية تماس الآن، رمية تماس لمجتبى صالح. كرة فيها محاولة داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة ليونس، ولكن بعد ذلك الكرة تقطع على خارج أرضية الملعب، تقطع إلى تماس. الآن المحاولة للتعديل لفريق الكرخ، يحاول أن يعدل، يحاول أن يعود للمباراة. يونس، محاولة مستمرة صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. سعد ناطق، كرة وصلت لحارس المرمى، تعاد. فريق دهوك الموسم الماضي في الترتيب السابع ب57 نقطة، بينما الكرخ الموسم الماضي في الترتيب ال15 ب46 نقطة. حارس المرمى علي ياسين على التنفيذ الآن بركلة حرة مباشرة. الكرة تنفذ للأمام، عالية الكرة، ضربة رأسية من ياكوبا، وصلت لحارس المرمى. أهداف التي سجلت في مرمى محمد شاكر صعبة جدا. هدف التعديل لكريم درويش، والهدف الثاني للاعب البرازيلي ليو كوستا. كذلك كان بكرة رأسية جميلة صعبة جدا على حارس المرمى. حتى الهدف اللي سجله يونس حمود في الدقيقة 12 عندما افتتح باب التسجيل لفريق الكرخ، من خلال تلك الكرة كان الهدف، والكرة كانت صعبة على حارس المرمى علي ياسين. كرة وصلت لحارس المرمى، ترسل للأمام، الضربة الرأسية، المحاولة مستمرة. حيدر أحمد لمصعب جمال، ولكن هناك صافرة وخطأ وبطاقة صفراء لسعد ناطق. بطاقة للمدافع سعد ناطق. شوف التدخل، وبالتالي ركلة حرة مباشرة مع وجود بطاقة صفراء. كرة أخطر من الركنية. يونس غني على التنفيذ، أيمن الحكيم ورفاقه. أيمن يحاول أن يعود للمباراة، يحاول أن يسجل فريق الكرخ ويعود بهدف التعديل. مجتبى قريب ويونس غني قريب وعلي ياسين يوجه، والكرة خطيرة وقريبة في مكان
ممكن الكناري، ممكن من خلال هذه الكرة وممكن من خلال هذه المحاولة. أقرب يونس غني على التنفيذ، هو الأقرب للتنفيذ. الكرة تنفذ وحارس المرمى علي ياسين. كرة تبقى ولا زالت، إبعاد للكرة. زاكري وصلت لبيتر جورجيس، يقود هجوم مرتد لزاكري، انطلق سريع 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 سريع، عرضية، ولكن الكرة بعد ذلك مرت وتقطع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. مباراة اشتدت في الشوط الثاني، مباراة تغير الواقع فيها في الشوط الثاني، انقلبت الأمور فيها في الشوط الثاني. كرة القدم فيها متغيرات، كرة القدم فيها أحداث وفيها أمور كثيرة جدا تحصل بالشوط الأول وبالشوط الثاني في دقائق معدودة، في دقائق أخيرة. هنا كرة ترسل عالية، الضربة الرأسية من المدافع المتقدم، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الكرة مرت، هذا خادم من رسول. تغييرات قادمة لفريق الكرخ. فرق تبحث عن النقاط الثلاث في كل مكان، تلعب في المحافظة التي تنتمي إليها أو تلعب خارج المحافظة. كرخ في بغداد، خارج بغداد يبحث عن النقاط. دهوك في دهوك، خارج دهوك يبحث عن النقاط. كل الفرق فرق على ملاعبها أو خارج الملاعب كذلك تبحث عن النقاط. مصعب جمال، جمال جمال، الله الله، حالة تسلل، يلغى الهدف، يلغى هدف محمد خالد. هل فيها عودة للفار؟ هنا الأولى أعتقد سليمة، الأولى أعتقد سليمة. يبقى القرار للحكم المساعد الثاني. فيها عودة أعتقد للفار، فيها عودة أعتقد للفار. سجل محمد خالد، ينتظر أيمن الحكيم، أيمن الحكيم ينتظر، وكل اللاعبين بكل تأكيد حتى حكم المباراة ينتظر من مهند مناف في غرفة الفار مع ياسر هاشم أن يأتون بالقرار، وبالتالي ننتظر القرار الأخير. هل يحتسب الهدف؟ هل يحتسب الهدف لفريق الكرخ؟ هل يكون هدف التعديل في وقت مثالي جدا في الدقيقة 75؟ ينتظر، يقول له على الاثنين، عاد فيها فار، والفار راح يأكد القرار الصائب إذا ما كان فيها حالة تسلل أو لا، إذا ما كانت فيها حالة تسلل أو لا. أحمد جمعة ينتظر، كرة كانت جميلة ولعبت بطريقة ممتازة جدا، وبعد ذلك سجل الكرخ، ولكن الانتظار الآن، الانتظار. يأتي القرار ربما من مهند مناف لحكم المباراة أحمد جمعة في حالة أولى وثانية، هكذا أعتقد بأنه حكم المباراة يقول بأنه في حالة أولى وثانية، حتى لو كانت أولى وثانية وثالثة لدينا فار، والفار هو صاحب القرار بالأخير. الكل ينتظر، الكل يترقب، هل هي كرة جول؟ شوف الانتظار من قبل محمد خالد، ينتظر ولكنه بثقة كبيرة أعتقد
حتى عندما سجل الهدف، حتى عندما سجل الهدف كانت لديه ثقة بأن الكرة ما فيها حالة تسلل، ولكن ربما يكون هناك كلام آخر لمهند مناف حكم الفار. هل أعطى القرار؟ تأخر كثيرا، ربما الآن أعطى القرار. أحمد جمعة ينتظر ونحن ننتظر، جماهير دهوك تنتظر بأن يكون القرار في حالة تسلل. هكذا جماهير دهوك تريد أن يكون القرار. بالمقابل هذا الرجل لا، يتمناها هدف، يتمناها هدف، يتمناها تحتسب. الراية كانت حاضرة من الحكم المساعد الثاني باسم مزهر. الكل يترقب، الكل ينتظر، يونس غني يتحدث، وهنا يأتي القرار. خلاص الخطوات إلى الخلف ليستمع ويعطي القرار. قايل لكم بأن الحالة ما فيها حالة تسلل، على مصعب جمال ما فيها حالة تسلل. هدف التعادل للكرخيون، هدف التعادل يأتي للكناري. اي نعم، الكناري سجل هدف التعادل. هنا الحالة قايل لكم بأن الحالة كانت سليمة، يعني انطلاق الكرة اللاعب كان في موقف سليم اللي هو البديل مصعب جمال، وبالتالي بعد ذلك الكرة العرضية والمتابعة عن طريق محمد خالد ليسجل هدف ثاني، هدف التعادل. مباراة فيها 4 أهداف لغاية الآن، 4 أهداف. تغيير الآن، تغيير لفريق الكرخ. صهيب يشارك بديلا لأمادو. هدفين مقابل هدفين، تعود المباراة مرة أخرى للتعادل. 4 أهداف في اللقاء. كرة أمامية، من سيضيف الثالث؟ من سيسجل الثالث ويأتي بنقاط المباراة؟ عاد الآن اللي راح يسجل خلاص أعتقد. مباراة ستلعب من أجل هدف، ستلعب في الوقت المتبقي من أجل هدف. لو سجل الكرخ سيدافع ويحافظ، لو سجل دهوك كذلك سيحاول أن يحافظ على النتيجة. واعتقد بأنه فريق الكرخ حتى بهذه النتيجة لو حافظ على هذه النتيجة اعتقد نقطة جيدة لفريق الكرخ من هذه المباراة. الكرة الأولى والكرة الثانية حالة كانت سليمة. هدف التعادل يحتسب لفريق الكرخ. هذه انطلاقة سريعة، سريعة جدا، سريعة جدا. المحاولة مستمرة والكرة العرضية مرت من الجميع، مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. بديل الناجح مصعب جمال لاعب ممتاز. كرة تقطع عن طريق مجتبى إلى تماس. دقيقة 82. يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات الوطن، شبكة الإعلام العراقي. مباراة لغاية الآن تعادل فيها بهدفين مقابل هدفين. هنا تغييران. أندريه إذن يشارك خلال هذه المباراة، وبلند كذلك يشارك. تغييرات القادمة
للمدرب سليمان رمضان. هنا لاعب اللي ترك المباراة بيتر جورجيس. كرة تنفذ. مصطفى نواف اعتقد، اي نعم مصطفى نواف اللي شارك، ما كان بلنت، كان مصطفى نواف. واندريه كذلك شارك، اندريه الصناطي. رمية تماس، تنفذ الكرة، تبعد بعد ذلك. سعد ناطق. فريق الكرخ اليوم مباراته الأولى من خلال هذا الموسم خارج العاصمة بغداد. هو سيلعب خارج العاصمة بغداد في الجولة الثالثة أمام فريق دهوك اللي هي مباراة اليوم، في الجولة الخامسة أمام نفط ميسان، وكذلك في الجولة التاسعة أمام زاخو. في الجولة التاسعة كذلك أمام فريق زاخو، وفي الجولة الثانية عشر أمام الميناء، وكذلك في الجولة السادسة عشر أمام القرمة، وفي الجولة السابعة عشر أمام فريق ديالى. هذه مباريات فريق الكرخ في المرحلة الأولى خارج العاصمة بغداد. 6 مباريات خارج بغداد و13 مباراة في بغداد. بالمقابل فريق دهوك المرحلة الأولى سيلعب خارج دهوك أمام أندية، ولعب أمام نادي الشرطة في الجولة الثانية، وسيلعب في الجولة القادمة في الجولة الرابعة أمام فريق الطلبة، والجولة الخامسة أمام فريق نوروز، والجولة السابعة أمام نفط ميسان، والجولة التاسعة أمام القوة الجوية، والجولة الثانية عشر أمام أربيل، والجولة الرابعة عشر أمام زاخو، والجولة السادسة عشر أمام نادي القاسم، والسابع عشر أمام الكهرباء، والتاسع عشر أمام الغراف. هذه مباريات فريق دهوك خارج دهوك من خلال المرحلة الأولى. بطاقة صفراء لصهيب، هذا يعني بأنه فريق دهوك 10 مباريات خارج دهوك المرحلة الأولى، و9 مباريات في دهوك. هذا في المرحلة الأولى. هارون، كرة داخل منطقة الجزاء، كريم درويش، محاولة مستمرة في الدقائق الأخيرة، حالة تسلل. إذا حالة تسلل كرار عبد الكريم على كريم درويش. شوف الإعادة هنا، أيمن الحكيم بكل تأكيد مع التغييرات تغيرت النتيجة وعاد للمباراة. لغاية الآن لدينا الهداف السو رستم والمواس ومصطفى قابيل ووقاع رمضان والحارث حاتم واللاعب كذلك الأوزبكي لاعب أربيل تيميروف. لكل لاعب 3 أهداف. هذه الأسماء تمتلك كل لاعب 3 أهداف. بينما هنا المحاولة أندريه تمرير الكرة، كريم بلمسة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. آخر دقيقتين.
عدا الوقت المضاف للشوط الثاني. هذا الصناطي صاحب التمريرة الأخيرة التي مرت وطالت على كريم درويش. محمد شاكر بكرة ترسل عالية، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. صديق جمال يتلقى البطاقة الصفراء. آخر تعادل كان بين الفريقين كان سلبي موسم قبل الماضي 23-24 هنا في هذا الملعب، في ملعب دهوك. ذلك الموسم هنا البطاقة الصفراء. خروج لزاكري ودخول لحسن عماد. بالسلامة لي مصعب جمال. ركلة حرة مباشرة لفريق الكرخ. تغيير أو تغييران أعتقد لفريق الكرخ. حسن علي وكذلك حيدر علي. يغادر محمد خالد. هنا حسن. خروج ليونس حمود وكذلك محمد خالد. تغييران دفعة واحدة. هنا يونس صاحب الهدف الأول. صافرة وخطأ. كرة ملعوبة لهارون. يونس غني. تمرير الكرة في وسط الملعب. 8 دقائق الوقت المضاف. سنلعب حتى الدقيقة 98. بينما الكرخ هنا المحاولة عالية. الكرة تبعد الآن. أندريه الصناطي. محاولة مستمرة. وصلت بعد ذلك سيابا إلى جهة اليسار. تمرير للبرازيلي كوستا. كريم درويش. صديق جمال. ابعاد بن حسين فلاح. محاولة مستمرة. هارون. أندريه سناطي. تمرير الكرة بشكل مباشر. ابعاد من ديوري ياكوبا. كرة مرتدة الآن أقرب للمدافع. وصلت بعد ذلك لصديق جمال. تمرير الكرة وتبعد بضربة رأسية إلى خارج أرضية الملعب. كوستا. ليو صاحب الهدف الثاني لفريق دهوك. هارون بحث عن زميل للصناطي. تمرير الكرة باتجاه هارون. استلام جميل لهارون وبعد ذلك الكرة العرضية وصلت لحارس المرمى. وصلت لمحمد شاكر. سقوط على أرضية الملعب. شوف هذه الكرة الاستلام الجميل التقدم وبعد ذلك الكرة العرضية التي وصلت
لحارس المرمى. بالسلامة لمجتبى صالح مدافع فريق الكرخ. اليوم التعادل الرابع، التعادل الرابع بتاريخ لقاءات الفريقين. لقاء التاسع عشر. يجمع الفريقين. رمية تماس، سيابان تنفذ. أحمد جمعة يعيد التنفيذ. هارون الكابتن يتحدث مع حكم المباراة بينما الكرة وصلت لسعد ناطق. خادم رسول، سيابان عقيد، تمرير الكرة الصناطي، أندريه لهارون، حاولة مستمرة، تمرير الكرة في مكان جميل جدا ولكنها طالت إلى ركلة مرمى. هنا يوري ياكوبا، مجهود كبير من قبل هذا اللاعب من النيجر مدافع فريق الكرخ، يقدم مباراة كبيرة هذا المدافع. شوف هذه الكرة وهنا الإعادة، كرة التي مرت من الجميع إلى ركلة مرمى. صديق جمال، كرة بجهة اليسار، محاولة مستمرة للأمام ترسل. حسين فلاح أبعد الكرة، يبقى الضغط في الوقت المضاف. ضاغط الآن، ضاغط دهوك، يريد أن يخرج بالنقاط الثلاث بينما هنا الكرة العرضية ولكن التغطية من قبل مجتبى صالح إلى ركنية. دقيقة الخامسة من الوقت المضاف من أصل 8 دقائق. درويش على التنفيذ. كريم، هل فيها هدف قاتل؟ هل فيها هدف ثالث؟ أو تبقى المباراة حبايب؟ ننتظر ونتابع. الكرة مقطوعة، بعد ذلك تبعد الكرة. الضربة الرأسية حاضرة، الضغط حاضر، العودة مرة أخرى لحارس المرمى علي ياسين. علي لخادم رسول، لصديق جمال، كرة بجهة اليسار، حاولة مستمرة. ليو كوستا، هارون، تمرير الكرة، تبقى المحاولة. أندريه بكرة أمامية وصلت لحارس المرمى. هنا أندريه الصناطي، كرة وصلت لحارس المرمى. أحمد جمعة حكم المباراة. مباراة مستمرة بالتعادل بهدفين لكل فريق. هنا الصافرة والخطأ، ركلة حرة مباشرة. كرة تنفذ بشكل سريع، بسرعة تلعب الكرات بالنسبة لصقور الجبال من أجل النقاط الثلاث. وفريق الكرخ بكل تأكيد من خلال هذه الكرة وهذه المحاولة خطفها وحارس المرمى ربما حكم المباراة. نعم، فيها صافرة وفيها خطأ، فيها صافرة وفيها خطأ. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصعب جمال. مصعب جمال، شوف المدرب اعتقد يطالب بحمراء. حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء، يكتفي بالبطاقة الصفراء. شوف هنا التقدم، هنا المرور وبعد ذلك الصافرة والخطأ والبطاقة الصفراء بتقدير من حكم المباراة أحمد جمعة. كرة في مكان خطير جدا، كرة في مكان جيد
كرة في مكان ممكن من خلالها هنا اللاعب البديل صانع الهدف الثاني، هدف التعديل، وبالتالي لاعب اللي بعد اشتراكه في المباراة بكل تأكيد يعني قدم مستوى كبير. مصعب جمال، الضربة الحرة المباشرة في مكان يونس غني، اعتقد هو اللي راح ينفذ. وهل ستكون الأخيرة؟ كرة يعني لدى بعض اللاعبين الكرة اللي في مثل هكذا مسافة هذه تعتبر لديهم لركلة جزاء، تنفيذ يكون فيها بطريقة ممتازة جدا، ولديه الخبرة ولديه ممكن يعني أن تكون الفرصة لفريق الكرخ إذا ما أراد العودة بالنقاط الثلاث. إذا ما أراد العودة بالنقاط الثلاث هذه الفرصة الآن أعتقد متاحة. مسافة قريبة، كرة في مكان، حكم المباراة يعود إلى الفار، يعود إلى الفار، يستدعى من قبل مهند مناف في غرفة الفار، وبعد ذلك لدينا ربما قرار آخر. هذه الكرة وهذه الحالة تبقى لحكم المباراة. في بعض الحالات نمتلك القرار ولدينا القرار، ولكن لا نتدخل بأمور الحكام. لدينا غرفة فار، وغرفة الفار بكل تأكيد يعني بعد استدعاء لحكم المباراة، حكم المباراة يعود للفار ويشاهد اللقطة وهو من يعطي القرار، تترك لحكم المباراة. زاوية قريبة يشاهد الآن ويتحدث مع مهند مناف ليتخذ القرار السليم. كل هذه الأمور جاءت في الوقت المضاف. الآن دخلنا أو مضت 100 دقيقة، تجاوزنا 100 دقيقة، وهنا خلص اتخذ القرار حكم المباراة. تعتقد أحمد جمعة ماذا يقول وماذا لديه من قرار؟ هذه الكرة وهذه الحالة التي كانت ما بين حارس المرمى علي ياسين ومصعب جمال، على أثرها حكم المباراة احتسب خطأ ويشهر بطاقة صفراء. هنا القرار حكم المباراة. إذن من خلال العودة للفار تلغى البطاقة الصفراء وتشهر البطاقة الحمراء، تشهر البطاقة الحمراء. إذن طرد مباشر، طرد مباشر لحارس المرمى علي ياسين بعد التدخل الأخير في اللقطة الماضية. هذه الكرة وهذه الإعادة، وهنا التدخل من قبل حارس المرمى. حكم المباراة بالمرة الأولى احتسب الخطأ وأشهر البطاقة الصفراء، بعد ذلك بعد العودة للفار أشهر البطاقة الحمراء. يطرد حارس المرمى، ولدينا كرة في مكان، لدينا كرة في مكان. أعتقد سيكون الحارس البديل أحمد بشار. أيمن الحكيم يتحدث مع حكم الراية إذن في اللقطة الماضية. هنا أحمد بشار يشارك ويغادر مصطفى نواف، لاعب الذي شارك بديلا يغادر الآن. ضربة حرة مباشرة في مكان خطير جدا.
في مكان مثالي. أحمد جمعة حكم المباراة. هنا الحارس البديل أحمد. شكلها ما تنتهي 2-2. هل فيها هدف قاتل؟ هل فيها هدف سيأتي بالنقاط الثلاث لأحد الفريقين؟ الآن فريق كارخ قريب من هذه الكرة لغاية الآن. حارس المرمى الآن يشارك مع أول كرة، واعتقد ستكون الأخيرة في المباراة، على اعتبار أن الكرة كانت في الدقيقة 98 عندما احتسب الخطأ، 97 أو 98. يبقى كذلك الوقت بتقدير حكم المباراة. هل سيضيف للوقت المضاف؟ هل سيكتفي بعد هذه الكرة بإطلاق الصافرة للنهاية الكاملة للمباراة؟ ننتظر ونتابع. يونس غني يحاول من خلال هذه الكرة، قريب كذلك مجتبى وقريب كذلك مصعب. حكم المباراة يعيد حائط الصد للمسافة القانونية. هنا الحارس البديل أحمد بشار بعد الطرد لعلي ياسين. الضربة الحرة المباشرة في مكان خطير. الكابتن القائد يناظر المرمى، يتابع الخشبات الثلاث، يتابع حارس المرمى ويتابع حائط الصد، وبالتالي كرة خطيرة على مرمى فريق دهوك. يونس غني هو من سينفذ، هو من سينفذ، هو من سينفذ، هو من سينفذ. الله! جول! الله 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 الله! خلصها يونس، خلصها يونس، خلصها الكابتن بهدف ثالث، ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع، بهدف قاتل، بهدف ذهبي. الله على كرة الهدف، الله على كرة الهدف. خلصها يونس، خلصها الكابتن، لا أحمد بشار ولا غيره ولا غيره ولا غيره. الله الله الله! يا سلام، يا سلام على كرة الهدف، يا سلام على كرة الهدف. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة بهذا الهدف. هدف جميل ونقاط ثمينة من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة يأتي بها، ومن خلالها بالضربة الحرة المباشرة يونس غني ليودع الكرة إلى داخل الشباك على يمين حارس المرمى أحمد بشار. الحارس البديل بعد الطرد لعلي ياسين حارس المرمى. هدف ثالث عن طريق اللاعب المثالي، عن طريق المثالي اللي هو يونس غني. بينما هنا الضربة الرأسية التي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حلوة المباراة ب5 أهداف، والهدف الثالث في وقت قاتل يأتي من خلاله يونس غني بضربة حرة مباشرة. وياهو هدف، ياهو هدف جميل ورائع جدا ليونس غني. كرة تلعب عالية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك للكابتن. 107 الآن الوقت، يعني وصلنا ل 17 دقيقة بعد 90. لغاية الآن دخلنا في الدقيقة 18 من الوقت المضاف.
شوف الكرخ بهذا الفوز، بهذا الهدف الجميل الذي سجل. أيمن بتوجيهات مستمرة ليحافظ على هذا الانتصار المثالي. كرة تلعب للأمام، إبعاد من ديوري ياكوبا إلى خارج أرضية الملعب. إذا هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة أحمد جمعة لتعلن عن نهاية المباراة الكاملة بفوز فريق الكرخ على حساب فريق دهوك هنا في ملعب دهوك وأمام جماهيره كذلك. مباراة كبيرة فيها 5 أهداف، واحدة من المباريات الرائعة بالنسبة لهذا الموسم لدورينا دوري نجوم العراق. مبروك للكناري فريق الكرخ، هارد لك لصقور الجبال فريق دهوك. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.